السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة عملاق التطبيقات تو أند لاين، طبعا تطبيق الأرقام الأمريكية المشهور. طبعا تقريبا من أكثر من سنة نحن ما أخذنا من التطبيق هذا ولا رقم أمريكي. طبعا اليوم جايب لكم شرح بإذن الله راح يشتغل مع الجميع. طبعا مجموعتي على التليجرام، هي مجموعتي على التليجرام للانضمام، وراح نعمل توزيع ارقام. طبعا هي المجموعه مختصه بتوزيع الارقام ان شاء الله. الله يسعدكم يا رب. طبعا اصدقائي توزيع بعد هذا الفيديو ان شاء الله، اتمنى تدعموني لاني طبعا الدعم خفيف كثير على القناه. طبعا رح ندخل للتطبيق تو اند لاين، وراح نعمل ساين اب بهالشكل، وراح نروح لتطبيق البرائد المؤقته. طبعا الشرح حيكون شوي سريع مشان ما نطول عليكم، يكون الموضوع فيه صعوبة عليكم. طبعا رح نعمل نسخ بهالشكل وراح نروح للتطبيق. طبعا التطبيق نعمل تغيير بهالشكل من هون لنغير البريد المؤقت. حلو، نعمل نسخ وراح نروح لتطبيق الارقام ونعمل لصق للبريد، وهون نكتب اي كلمة سر عشوائية لا على التعيين. ولكن صديقي من الاول لازم يكون عندك الانترنت قوي جدا مشان يشتغل معك التطبيق. واذا ما اشتغل، طبعا في اغلب المناطق محظورة، وهلا التحديث هذا اشتغل التطبيق في اغلب المناطق. تابع معي لنشوف ان شاء الله. اذا في عندك اي مشكله تكتب لي بالتعليقات ان شاء الله ونحلها. هيك مثل ما تلاحظوا سجل معنا التطبيق نظامي 100% مثل ما تلاحظوا. وهي عدنا نعطي الصلاحيات. طبعا هو طلب صلاحيات موقع، نعطي صلاحيات موقع. طبعا في عده اكواد لازم نستخدمها. نحن رح ناخذ رقم كندي، تمام. طبعا هذا الارقام الامريكيه بالنسبه للولايات الامريكيه الشغالات الاكواد عم نحط لكم اياهم مثل ما تلاحظوا. طبعا 312 شغال كمان الكود، وعدنا 902. ورح نعطي على التالي. ملاحظة مهمة، الأرقام الكندية جميعها تعمل، تمام. جميع الأرقام الكندية تعمل، ولكن بطريقة رح نحكي عنها. لا تقدم الفيديو نهائيا. نختار رقم عشوائي، ما رح أروح أجربه على الواتساب إذا شغال ولا لا، ما في داعي أجربه. تمام، اخترت رقم هي قدامكم بدون تجربة وبدون شيء. نعطي على التالي بهالشكل ونعطي صلاحيات التطبيق بهالشكل. هلا هون طلب مني اذونات باللون الاحمر، لازم انا اعطي اذونات للتطبيق. راح انزل انا لتحت، تمام. طبعا النسخه حصرا راح تلاقيها في قناه التليجرام. حلو، النسخه في قناه التليجرام راح اترك لكم اياها، رابطه اسفل صندوق الوصف. هون نعطي صلاحيات لجميع الاذونات الطالبه التطبيق، ما في مشكله. طبعا التطبيق مرخص من جوجل بلاي، تمام. طبعا هلا راح نتوجه لتطبيق الارقام، ونلاحظ انه نحن سمحنا بجميع التطبيقات. طبعا فيك تاخذ رقم تاني من ضغط على اكونت بهالشكل، تنزل لتحت تضغط على الرقم، تمام. او بعدين تضغط على 3 نقاط اللي بالزاويه من فوق، بعدين تعطي على جيت ناو فون نمرة، يعني للحصول على رقم جديد. تمام، نحن لا ما راح نحصل على رقم جديد، هذا هو. نضغط ضغطة واحدة بسيطة ونعطي على كوبي بهالشكل، نسخ للرقم. طبعا مباشرة نتوجه للواتساب مثل ما تلاحظوا للواتساب، وراح نروح كاتبين كندا، تمام. نعطي على لصق للرقم بهالشكل ونعطي على التالي، تمام. ملاحظة الانترنت هلا قوي، راح يجينا الكود مباشرة. الارقام كلها شغالة وبالدليل قدامكم، تمام. عطاني بعد ساعة دليل على ايش؟ الانترنت ضعيف عندي، تمام. الانترنت ضعيف. ما راح نقرب على الشاشة خالص ولا نعطي اتصل بي ولا شيء، ننتظر لمدة ساعة أو أكثر، وبعدين نرجع ونعطي أرسل رسالة مجددا، تمام. طبعا أنا هلأ هيك قدامكم ما إجاني الكود، راح أنتظر. فيكم تلاحظوا الساعة اللي فوق، تمام. 12 طبعا 12 بعد منتصف الليل. حلو، تمام. هلأ هون عادل لي ساعة، تمام، بعد انقضاء طبعا أكثر من ساعتين، تمام. أنا رجعت بعد ساعتين، انشغلت بعد ساعتين رجعت. مثل ما تلاحظوا هلا صارت 2:30 صباحا، تمام. عاطي على ارسال رسالة مجددا، وراح انتظر لحتى يصنع كود التفعيل. حلو، طبعا نعطي على لم اتلقى الكود. هون وصلني الكود مثل ما تلاحظوا 100% اصدقائي. 847 419. يا ريت يكون ركزتوا معي بالشرح اصدقائي، ويكون وصلتكم الفكرة ان شاء الله، وراح تنجح معكم الطريقة بإذن الله عز وجل. اكتبوا لي بالتعليقات إيش المشاكل اللي بتواجهكم في تفعيل الرقم، وأنا جاهز أرد عليكم بإذن الله. بس أتمنى تعملون لايك للفيديو
وتعليق. إذا في مشاكل راح نعمل فيديو تاني للتطبيق إن شاء الله، مشان نحل جميع المشاكل بإذن الله. هذا هو الرقم 48. فينا نروح نحن مشان مصداقية الشرح ونتأكد إنه نفس الرقم آخره هذا هو 48 نفسه، وفيك تتأكد صديقي وتعبي عينك ما في مشكلة لحتى يكون مصداقية بالشرح إن شاء الله. تمام أصدقائي، طبعا راح يكون توزيع أرقام بإذن الله عز وجل بعد هذا الفيديو بإذن الله. طبعا لازم نحن نوصل لأكثر عدد من اللايكات. طبعا أنا تعبت لحتى عملت لكم الشرح وأتمنى أنه تنجح الطريقة مع الجميع بإذن الله عز وجل، ولكن أغلب المناطق هي بتكون محظورة. رح نحاول نحل هاي المشكلة بإذن الله. طبعا لهون يكون انتهى الفيديو لليوم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.